البداية كده عزيزي الزملكاوي، الفيديو بتاعي هيزعلك، والكلام النهارده اللي هتكلمه على الزمالك وعلى اتنين ماسكين فيه خناق بعض ومشادات وتصريحات غريبة من شيكابالا، ومرتضى منصور اتجنن وخرج عن شعوره بعد تصريحات شيكابالا. انا شايف الموضوع ده كل واحد بياخد اللقطة، ومرتضى منصور اللي قاعد على الكرسي دول مش خايفين على مصلحة النادي، وده الحقيقة الواضحة، ودي الحاجة الصريحة اللي هتكلم فيها النهارده. في مشادات كلامية وتصريحات غريبة بين شيكابالا ومرتضى منصور، واحد بيصرح والتاني بيرد. يعني انا في الاخر صعبان عليا جمهور الزمالك، كل شوية في فضيحة في نادي الزمالك، مش شايف حاجة ايجابية بتحصل في نادي الزمالك. الناس دي اللي بتصرح وبتقول انا ابن النادي وانا خايف على مصلحة النادي، ورئيس النادي اللي بيقول انا بعمل للزمالك والزمالك كان خرابة وبجيب صفقات، لكن في الاخر الاتنين بتوع لقطة، الاتنين مجرد مشاكل ومجرد فضايح اللي بتحصل متكررة في نادي الزمالك. ففيديو النهارده عزيزي الزملكاوي هيزعلك مني، لو مش هتشوفه يا ريت ما تشوفوش عشان ما تزعلش منه. واما جماهير النادي الاهلي النهارده اللي هنتكلم على مهاجم النادي الاهلي الجديد وصفقه المهاجم الاهلي اللي اتاخرت جدا. المفروض النادي الاهلي خلال 48 يصرح ويقول ويعلن ان هو تم التعاقد مع مهاجم جديد قبل انتهاء الميركاتو الصيفي. وليه صفقه المهاجم الجديد في النادي الاهلي اتاخرت، وليه المفاوضات في النادي الاهلي بتفشل في النهايه وبتاخر ليه؟ شفنا احنا صفقه مليخ اتاخرت، صفقه سوزا قال لك فشلت صفقه سوزا، لكن النادي الاهلي علق المبلغ المالي او اغرى الفريق الكوري الجنوبي لصفقه سوزا عشان مارسيل كولر متمسك بيه. وفي صفقه ثانيه بيقول لك مصر عليها مارسيل كولر اللي هو اللاعب ديماتا، لاعب اسبانيول. اللاعب ده كونغولي من اصل بلجيكي، ولاعب في اندرلخت البلجيكي، ولعب في انديه اوروبيه كتير، واخرها نادي اسبانيول الاسباني، وشارك مع النادي اسبانيول لكن ما سجلش ولا صنع اي اهداف مع النادي الاسباني. وهنتكلم عن احمد ابو الفتوح والتمرد على الزمالك، وهل هينتقل للنادي الاهلي ام لبيراميدز؟ وبيراميدز بينهي صفقه بن شرقي لاعب الجزيره الاماراتي ولاعب الزمالك السابق. معكم حسن نقد قناه على اليوتيوب، فضلا وليس امرا اشترك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وقبل ما نبدا الفيديو ادعم الفيديو بلايك وصلي على النبي، ونبدا الفيديو على بركه الله. هناخد موضوعنا الاول مهاجم النادي الاهلي. اولا يعني احنا بعد انتهاء دوري ابطال افريقيا قلنا الملف الاول اللي يكون من الدرجه الاولى في النادي الاهلي واللي يمسكه اداره النادي الاهلي وينهيه بسرعه هي صفقه المهاجم للنادي الاهلي. صفقه تكون من عرض تقيل وصفقه سوبر ادفع فيها اي فلوس او انهي باي طريقه ان انت محتاج مهاجم سوبر من العرض التقيل، خاصه ان انت عندك بطوله السوبر الافريقي، كاس السوبر مع اتحاد الجزيره الاماراتي، وكمان بطوله كاس العالم للانديه، وعندك بطولات كتير هيشارك فيها النادي الاهلي. فانت محتاج مهاجم بامكانيات عاليه جدا غير شيكابالا وغير محمد شريف. النادي الاهلي دخل مفاوضات مع بوليكا وفشلت، وفي مهاجم تاني سوزا لاعب الكوري الجنوبي من اصل برازيلي، والنادي الاهلي لسه شغال على صفقه سوزا، والنادي الاهلي علق المقابل المادي للصفقه بالعربي كده عايز يغري الفريق الكوري الجنوبي، لكن الفريق الكوري الجنوبي متمسك بسوزا وقال لك انا ما جبتش صفقات وما جبتش مهاجم يعوض غياب سوزا او رحيله للنادي الاهلي، فانا ما عنديش الا سوزا هو المهاجم الحالي بتاع الفريق، فمش هقدر اخلي سوزا يرحل عن النادي الكوري الجنوبي. ورفض ان هو يتفاوض مع النادي الاهلي. النادي الاهلي علق المقابل المادي عشان مارسيل كولر عايز المهاجم البرازيلي سوزا. فالنادي الاهلي قال لك حمزه هنوري لاعب الفتح الرباطي، لكن قال لك صرح وقال لك مفيش مفاوضات مع حمزه هنوري لاعب الفتح الرباطي، لكن في لاعب من اصل كونغولي معاه الجنسيه البلجيكيه لعب في اندرلخت البلجيكي، وفي النهايه مسيرته الاحترافيه لعب في اسبانيول. اللاعب ديماتا لاعب عنده 25 سنه وطوله 185 سم، لاعب عنده لياقه بدنيه وقوه جسمانيه، عديد التسديدات الراسيه والعاب الهواء والتسديد من خارج ضربات ومن خارج منطقه الجزاء. ابو بالين عندنا مثل في مصر كلنا عارفينه، ابو بالين كداب.
انا اولا فشلت في صفقه سوزا ولسه شغال على صفقه سوزا، وبروح انتقل لحته تانية هي صفقه المهاجم البلجيكي دي ماتا. فانا بصراحه شايف اني انهي صفقه سوزا اعرفها ان انا تمكنت من جلب اللاعب للنادي الاهلي، او فشلت في التفاوض مع اللاعب. لو فشلت في التفاوض مع اللاعب اقدر انتقل للاعب تاني او صفقه تانية او اشوف مهاجم تاني. عموما انا شايف اداره النادي الاهلي يعني البطء من عندها، سبب الفشل من عندها. دي حاجه اهلاويه ما تزعلوش مني، ويا ريت كل اهلاوي لازم يعرفها كده. احنا هيثم عرابي لما كان مع النادي الاهلي كان بيجيب الصفقه للنادي الاهلي، ما بنعلمش الا اللاعب لما يجي النادي الاهلي، وكان يعني بيجيب لك لعيبه ممتازه ولعيبه بامكانيات كويسه وبسعر مرتاح جدا، وكان ممكن ينهي لك الحوار ده كله في 3 مهاجمين. لو عايز سوبر عايز تنهي معاهم الصفقه في اسبوعين 3 4 او شهر، هيقدر يحضرهم ويقدر ينهي الصفقه باقل كلام. لكن عندنا في الاهلي بقالنا سنه بنرغي صفقه موليكا، فشل بسبب المقابل المادي. بشكتاش عايز 4 مليون دولار، الاهلي رفض، راح جاب امام عاشور ب 3 مليون دولار. على ايه يعني؟ انا واحد من الناس مش حابب امام عاشور ولا عايز امام عاشور بامانه في النادي الاهلي، وعلى ايه ادفع امام عاشور فيه 3 مليون دولار واستخسر 4 مليون دولار في موليكا؟ فهي بالعقل مين الاحق؟ هل انا اللي محتاجه احق في مركز المهاجم او مكان في مركز خط الوسط، خاصه عندي بعد رحيل القندوزي؟ انا بجيب القندوزي من وفاء الصيف، يبقى انا بجيب الصفقات دي ما خدتش راي المدير الفني. يعني المدير الفني عشان اجيب قندوزي والقندوزي يطلع اعاره او ابيع القندوزي والمدير الفني مش مقتنع بيه، فده تيجي الصفقات دي المدير الفني مش عايزها، مفيش مشوره للمدير الفني هل اللاعب ده كويس يجي النادي الاهلي او ما يجيش النادي الاهلي. فمعظم صفقات النادي الاهلي خلال سنتين بتيجي من غير مشوره المدير الفني. يعني بنشوف برونو صافي وجه النادي الاهلي لعب مباراتين مشى، ميجيسوني لعب مباراتين راح ابها السعودي وبعد كده راح سيمبا التنزاني. يعني انا صفقات النادي الاهلي شايفها صفقات كلها بامانه ما مروان عطيه هو اللي جه النادي الاهلي، خد عبد الفتاح جه النادي الاهلي. فانا اتمنى من اداره النادي الاهلي تكون حكيمه وتكون رشيده في اختيارات صفقاتها، خاصه انا بتكلم دلوقتي على صفقه المهاجم. ليه اتاخرت؟ في مهاجم دلوقتي بتقول لي دي ماتا. طيب طالعين بخبر بيقول لك النادي الاهلي على المقابل المادي عشان اغراء الفريق الكوري الجنوبي عشان سوزا يجي النادي الاهلي، مارسيل كولر متمسك بيه. بعدين قال لك سوزا فشلت في فريق الكوري الجنوبي بيمنع ان سوزا يرحل عن الفريق بسبب ان هو ما جابش صفقات في مركز المهاجم. بعدين قال لك مارسيل كولر رشح لاعب كونغولي من اصل بلجيكي من اصل كونغولي بيلعب في الدوري الاسباني ولعب في الدوري الالماني ولعب في الدوري البلجيكي، ومهاجم مواصفاته عالميه، امكانيات عاليه، لياقه بدنيه، قوه بدنيه، بيجيب التسديدات وبيجيب العاب الهواء، ولاعب كامل متكامل في مركز المهاجم. واسبانيول كان اشتراه ب 2 مليون دولار ونص. فانا شايف انا محتاج مهاجم، لازم اجيب المهاجم ده ادفع فيه 4 مليون دولار، ادفع فيه بقى 5 مليون دولار، ادفع فيه 6 مليون دولار، افضل ما انا اجيب لاعب في خط الوسط انا مش عايزه، انا مش محتاجه ومستكفي في مركزه. فانا اجيب اللي انا محتاجه، واللي مش محتاجه وما جابوش، واوفر اهدار المال العام واهدار الفلوس، افضل ما اجيب لاعب واطلع لاعب اعاره. انا بتكلم بلسان اي مشجع اهلاوي. اي مشجع اهلاوي النهارده نفسه يغمض عينه ويفتح عين ان هو يجيب مهاجم النادي الاهلي سوبر. كل يوم بنسمع خبر، كل يوم بنسمع ان النادي الاهلي بيتفاوض في مهاجم جديد، النادي الاهلي انهى صفقه المهاجم الجديد، انهى صفقه لاعب ايفواري، لاعب اسباني، لاعب الماني، لاعب يا جدعان هو الاهلي يعني فريق صغير؟ احنا بنشوف الدوري السعودي بيعمل الصفقات في 2 كلام، جاب رونالدو، جاب ماني، جاب محرز، جاب فيرمينيو، جاب ميندي، جاب كانتي، جاب لعيبه كتيره، جاب كلوبالي، في لعيبه كتيره انضمت في خلال شهرين او 3. انهى الصفقات بشكل ممتاز. هنا في اداره حكيمه، اداره ممتازه، اداره ناجحه. لكن كالنادي الاهلي انا مش قادر انهي صفقه المهاجم بامانه
من العيار التقيل اروح اجيب مهاجم نص لبه ويقلب بطه بلدي في الدوري المصري او الكاس العالم للانديه او دوري ابطال افريقيا، فانا اداره فاشله ما استحقش ان انا اكون مدير التعاقدات في النادي الاهلي. فانا افضل النادي الاهلي يجيب هيثم عرابي، هو اللي كان بيختار لي صفقات افضل، كان بيجيب لي صفقات اسرع، كان بيجيب لي صفقات في المتناول، صفقات مرتاحه. راجل كان ما نعلمش ان الصفقه تيجي النادي الاهلي. فانا اتمنى ان احنا ننهي ملف المهاجم ده في اسرع وقت، واتمنى اعمل فيديو اقول المهاجم مضى للنادي الاهلي، والاهلي اعلن عن صفقه المهاجم زي ما اعلن عن رضا سليم وزي ما اعلن عن امام عاشور. انا بصراحه ما فرحتش لا امام ولا رضا سليم. انا اولا عايز المهاجم، اول صفقه كانت تتم النادي الاهلي يعلن عليها ويخلصها ويحسمها هي صفقه المهاجم السوبر. بعد كده اشوف اللعيبه الثانيه والمراكز اللي عايزه تدعيمات، وبعد كده اجيب صفقاتي واقول صفقاتي ايه. لكن انا ارتحت من موضوع المهاجم اللي انا عندي تقصير فيه. فبامانه نتمنى النادي الاهلي يقدر يحسم صفقه المهاجم دي باسرع وقت. شيكابالا ومرتضى منصور، شيكابالا ومرتضى منصور فضايح وشتايم وتصريحات وحاجه بصراحه الله يكون في عون كل زملكاوي. انا كاهلاوي مهتم بالنادي الاهلي، بس اذا انا شايف ان جماهير الزمالك كان الله في عونها، مفيش حاجه ايجابيه بتحصل في نادي الزمالك. مرتضى او شيكابالا اتنين بتوع لقطه، لكن المستور بان بامانه. شيكابالا طلع وقال لك في تصريحات، التصريح الاول وعجبني شيكابالا واللي جنن مرتضى منصور، قال لك مرتضى منصور قال لي في حجز على الزمالك وعلى ديون الزمالك، رحت قعدت ممدوح عباس، ومرتضى قال لك ده شيكابالا صاحب ممدوح عباس. شيكابالا قال لك رحت قعدت مع ممدوح عباس والراجل مفيش اي حجز ومفيش حجز على اموال الزمالك ولا كلام من ده هو، والموضوع وخلاص. فلازم الناس دي تتحاسب في اهدار المال العام. الحاجه الثانيه بقى قال لك مشكله او مديونيه لشبونه، سبورتنج لشبونه البرتغالي، ان الزمالك اشتراني من لشبونه سبورتنج لشبونه في 2016 ب 610 دولار. الزمالك دفع 140,000 دولار، تبقى 510 دولار. المفروض يعني كان الدولار ب 7 جنيه وقتها في 2016. الزمالك تاخر، ومع تأخير والمماطلة من هنا لهنا الدولار وصل دلوقتي 38 أو 40 جنيه، وطبعا كل ده كان بيتخصم من مرتبي السنوي، وفي مشاكل كتير. لحد دلوقتي السبورتنج لشبونه عايز من الزمالك 46 مليون جنيه مصري. مين اللي اتحاسب على اهدار المال العام وفضايح بصراحه، والمستور بان وكانت يعني ومش خلصانه. مرتضى بيصرح من هنا، شيكابالا بيصرح من هنا، اتنين بتوع لقطه، تصريحات غريبه، تصريحات هتفضح شيكابالا، تصريحات هتفضح مرتضى منصور، الاتنين عاملين على مصلحه النادي، وفي الاخر اللي بيلبس فيها الجمهور الغلبان اللي مش شايف اي حاجه ايجابيه بتحصل في نادي الزمالك. عشان ما نلخص بس عليكم الفيديو وما نطولش عليكم، نروح بقى لاحمد ابو الفتوح وتمرد احمد ابو الفتوح على نادي الزمالك. واحمد ابو الفتوح هيجدد عقده مع الزمالك، والزمالك عايز يجدد عقده بما ان عقده هيخلص الموسم الحالي. فامام احمد ابو الفتوح قال لك انا ليا شروطك ايه؟ قال له انا هجدد عقدي وراتبي لازم اخد كل مستحقاتي المتاخره. ده حقه ان هو ياخد مستحقاته المتاخره، ولازم اكون من الفئه الاولى في نادي الزمالك وتبقى 100% معايا، ابقى من الفئه الاولى من لاعبين نادي الزمالك واتعامل معامله الفئه الاولى، وعقدي يبقى من الفئه الاولى. و قيمة العقد وتجديد العقد اخده كاش في الاول، يعني هجدد ب 10 مليون، عايز 10 مليون عشان اقدر استثمر في القلعة البيضاء واستثمر فلوسي دي كلها. غير كده مستحقاتي القديمة اخدها واتعامل معاملة الفئة الاولى. ده كان كلام احمد ابو الفتوح، وده حقه بما ان في مديونات على الزمالك 140 مليون او 130 مليون على اتحاد الكورة، و46 مليون جنيه لنادي لشبونة البرتغالي. وهنا في كلام كتير، هل ينجح النادي الاهلي في خطف احمد ابو الفتوح او بيراميدز ينجح؟ في الاخر ده تمرد من احمد ابو الفتوح، واي لاعب ليه مستقبله ومصلحته الشخصيه، سيبك من حب النادي والكلام اللي بيقولوه ده مجرد لقطات بس كده عشان يبقى حبهم عند الجماهير والجماهير تحبهم، لكن في الاخر عمره ما هيلعب للنادي ببلاش. احمد ابو الفتوح لو الزمالك رفض شروطه، هنا احمد ابو الفتوح ممكن يروح النادي الاهلي، ومفيش مانع ان احمد ابو الفتوح ينتقل للنادي الاهلي. بن
شرقي لاعب الجزيره الاماراتي والزمالك سابقا. بيراميدز ينجح في ضم بن شرقي بمقابل مادي سنويا وراتب سنويا 2 مليون دولار و500 الف دولار. بن شرقي لاعب ممتاز، هيدي يعني حاجه كده من القوه في بيراميدز. بيراميدز عمل صفقات كويسه جدا. اسامه نبيه خاصه بعد التعاقد مع اسامه نبيه لاعب الزمالك. رمضان صبحي في اخبار بتقول ان هو اعتقل للزمالك، لكن اشاعه. رمضان قاعد في بيراميدز، رمضان بياخد مرتبه في بيراميدز كل موسم. رمضان مزاجه عال، في قوه كبيره في بيراميدز حاليا بعد التعاقد مع بن شرقي ووجود رمضان صبحي. لاقاي لعيبه ممتازه في بيراميدز. بيراميدز بيعرف ينهي الصفقات بشكل ممتاز جدا. بيراميدز السنه الجايه دي والموسم اللي جاي لو ركز في الكوره وركز في نفسه وطور النادي وسابه من النادي الاهلي. احنا في الموسم اللي فات ده شايفين بيراميدز مش مركز مع النادي الاهلي، بدا يستبه لنفسه بيعمل صفقات افضل. شفنا بيراميدز دخل دوري الابطال، احتل المركز الثاني. هنقول بيراميدز الموسم اللي جاي بعد صفقاته ونجاحه في ضم بن شرقي وضم اسامه نبيه والصفقات اللي عنده وخط الوسط اللي عنده فخر اللقاي واللعيبه الثانيه اللي في نادي الزمالك في نادي بيراميدز. بيراميدز هينافس النادي الاهلي على الدوري. بيراميدز ممكن في دوري الابطال نشوفه يصعد للنهائي لو اشتغل كويس، طور من نفسه، اللعيبه لعبت بحماس وبولاء للنادي. اللي ينقص بيراميدز حاجه واحده بس. بيراميدز لو ليه قاعده جماهيريه كان هيكون ليه شأن آخر في الدوري المصري أو في دوري أبطال أفريقيا أو في الكونفدرالية. وعارفين الجماهير بتدي داعم معنوي وحافز معنوي للعيبة في الملعب وفي المباراة. وبالتوفيق أولا للنادي الأهلي، وما ننساش نقول إن شاء الله تنتهي صفقة المهاجم السوبر في النادي. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. النهارده كان معكم حسن نور قناتي على اليوتيوب. فضلا وليس امرا اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنونا فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.